واش في خبارك يقدر يكون هذا اخر رمضان في الحياه البشريه؟ بدايه كتخلع ياك. ويمكن علاش لا، علاش ما نغتنموش هذا رمضان كانه اخر رمضان في حياتنا، ونغتنموا الجوائز الربانيه اللي فيه. غنقول لكم واحد الحاجه اللي انا شخصيا جربتها في حياتي، والله العظيم حياتي تغيرات بسبب رمضان. غير هو خصكم تعقدوا النية واليقين أن الله سبحانه وتعالى قادر يغير كل شيء، يعطيكم أحسن صحة، راحة البال، علاقات جيدة، رزق. فقط هذا رمضان يكون نقطة بداية وتحول في حياتكم، هذا الشيء اللي ديروا في بالكم، ولكن بالعمل ماشي فقط بالحلم أو بالتمني. سيمانة قبل رمضان نبداو الاستعداد، كما كنوجدوا الشهوات نوجدوا حتى عقلنا وروحنا وجسدنا لهذا الشهر. عادات بسيطة، روتينات نرسخوهم في يومياتنا. مثلا الذكر بعد كل صلاة في الأوقات المناسبة، القرآن نقرأ حزب في النهار مثلا، كذلك الصلوات نكتر من النوافل ماشي غير الواجبات، وهكا نبدا باش منين يدخل رمضان ما يجيش داكشي مضغوط وداكشي كتير. كنوجدوا عقلنا وروحنا وجسدنا لروتينات جديدة يمكن كنا كنديرهم قبل، ولكن دابا غنرفعوا منهم، غنزيدوا منهم باش نغتنموا الجوائز الرمضانية والنفحات الرمضانية كما يجب. وإن شاء الله يا ربي دخلنا رمضان بالصحة والعافية وباش ما كنتمناو. تحياتي.